الاهلي اتفق مع الكاف في الماتش بتاع دوري ابطال افريقيا في الدور 32 لموسم 2024 2025 انه يستلم الدوري بتاع اتحاد الكره المصري لموسم سنه 2023 و2024. انت متخيل شكل اتحاد الكره ايه قدام الكاف؟ لا في حاجه تانية. هو انت لسه متخيل ان انا النص وانا رجعت لكم فراغ؟ خش على الفيديو. انا بعتذر الصراحه لمدحت الرئيس، هو اللي عمل اعداد الحلقه اللي فاتت، بس حصل بس مشكله كده في الفيديو فحطينا اعداد احمد علي، بس هو اصلا المفروض اعداد مدحت الرئيس. ده كان اعداد الحلقه اللي فاتت بتاعه تحليل مباراه الجمهوريه الكيني والاهلي، وعلى فكره الفيديو ده برضو اعداد مدحت الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حمد رشيدي، برنامج في المقص عن الاهلي كل اهلاويه. في مواضيع كتير هتكلم فيها، ان انا كاتب ان الاهلي في رقم كاسي الاهلي عمله بعد خساره سان داونز، وكاتب ان في رقم كاسي برضو التو عمله، وهنتكلم عن الكاف عمل ايه مع النادي الاهلي، وقصه اتحاد الكوره ورجوع احمد شوبير. وحته رجوع احمد شوبير دي هي دي الخبر اللي في المقص اللي هنتكلم فيه النهارده. فنبدا نتكلم في اول حاجه. الاهلي زي كده المعلق بتاع الماتش بتاع جورماهي هناك في كينيا كان بيقول لك ايه، ما تنرفزوش، ما تعصبوش. يعني خسرنا 5-0، كسحنا الدنيا كلها في اول مره من سان داونز، تمام. المره الثانيه خسرنا 5-2. 23 مباراه بلا هزيمه، 23 مباراه 990 دقيقه ما دخلش جون فينا. يلي ما فيكوش نادي غير زي النادي الاهلي، ما تعصبوناش، ما تضايقوناش، هتزعلوا. ده كمان عمل رقم قياسي حلو قوي. في 35 مباراه ساهم في 21 هدف، سجل 11 وصنع 10. الكاف تمام اتفق مع النادي الاهلي، خلاص كده. ايه يا اهلي مالك، في ايه، زعلان من ايه؟ والله اصل هم مش عايزين يدوني الدوري ايه يا حبيبي؟ الدوري بتاع السنه اللي فاتت ما مش عايزين يدوني. طب ايه الوضع؟ فعايزك بس بعد اذنك بس يعني استلم الدوري بتاع اتحاد الكوره في مباراه الكاف، تمام. يعني بعد ماتش جورماهي الكيني. هو ده منطقي؟ معلش، ما احنا ما عندناش اي منطق هنا، يعني مفيش اي حاجه منطقيه هنا في الرياضه في مصر، معلش. تمام خلاص ماشي اتفضل. او بعد كده بقى ايه، اسمع ان في اخبار كده تتقال ان هو اصل الدرع جه وكان محفور عليه اسم بيراميدز، فاحنا بقى دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. ده خبر انا ما اعرفش، انا بقول لكم اللي بيتقال على السوشيال ميديا. ومن الناحيه الثانيه ان الاهلي راح يتكلم اتحاد الكوره، يا جماعه عايزين الدرع، اصل ما فيش ماتش للدوري الايام دي، اصل ما فيش اي ماتش محلي الايام دي. طب خلاص ماشي، راح رايح للكاف. فوضع اتحاد الكوره ايه دلوقتي؟ هل هناخد الدرع يوم السبت؟ هتلحقوا تشيل الاسم بتاع بيراميدز تحطوا اسم الاهلي؟ ده لو الكلام ده حقيقي الله اعلم. ثوره سويلم طلع من اسبوعين وقال يا جماعه ده الدرع الدوري معمول محجوز في الجمارك. محجوز في الجمارك ايه؟ هو انا بستلم طن وماشي، محجوز في الجمارك ايه؟ بعديها اول امبارح طلع عضو في اداره، عضو في مجلس اتحاد الكوره، طلع وقال مع المحمدي في اون سبورت، طلع وقال اصل الدوري درع الدوري لا ما كانش في الجمارك، ده عندنا من زمان. فالمحمدي ما سكتش طبعا، مذيع بقى فعايز ياخد منه الاجابه. يعني قالوا من امتى بالظبط؟ والله يعني هو من زمان. يعني من امتى حضرتك؟ يعني من امتى؟ تاخدوا بالكم ده عضو في اتحاد الكوره، يعني انتوا عضو في اتحاد الكوره، يعني مش واحد بس واحد بره المجلس، لا ده من زمان. ده حضرتك من امتى بالظبط؟ من ماتش سموح؟ لا والله من ماتش والله تمام. انا نانوس ها، يعني انا بس مش عارف استلم درع الدوري لغايه دلوقتي، ويوم ما هاخده في بطوله تانية بتاعت القاره، يعني في حاجه بعيده عن اتحاد الكوره خالص. انا اللي جامد صح يا عفيفي؟ انا اللي جامد. انت عارف يا عفيفي انا جامد ليه؟ انا جامد علشان ناجح في البيئه دي، في العشوائيه دي. تخيل النادي الاهلي ده بمجلس ادارته دي لو في مكان تاني منظم، جامد صح؟ انا جامد فعلا. فبعد الهرتله اللي بتحصل دي والدرع بيتاخر، وكمان يعني ما المفروض ان انا ليا فلوس من اتحاد الكوره وليا فلوس من الكاف، عايز اخد الدولارات دي اجمعها عشان اعمل صفقات، وعمال اظبط كذا صفقه ان انا اعملها بالتقسيط. لو الجمهور غضبان مني عشان خاطر مش عارف اعمل صفقات، عشان بحاول ادفع فلوس بالتقسيط. طب هو انت بتقسط ليه؟ هو انت مش المفروض معاك فلوس؟ ما هو انا معايا فلوس، بس انا ما ينفعش اتجه الاتجاه الثاني زي ما الزمالك بيعمل. ما ينفعش ان انا اخد الفلوس اللي معايا كلها، الدولارات اللي معايا كلها، وادفعها في صفقه. طب انا عندي مدربين جنسيات مختلفه، وعندي لعيبه جنسيات مختلفه. انا ما بتكلمش على كره القدم بس في النادي الاهلي، انا بتكلم على كله. الناس دي هتقبض زي كل شهر، ولا انتوا عايزين بقى يحصل مشاكل مع الكاف ومع الفيفا وتوقف لي الكودي زي الزمالك؟ لا. فبالتالي انا كاداره محنكه الطبيعي ان انا اشتغل بالتقسيط. طب هو انت ليه اتحاد الكوره ما ادكش فلوسك؟ ما اعرفش. طب ليه الكاف ما ادكش فلوسك؟ ما اعرفش. طب الناحيه الثانيه كان موقوف له القيد وبيفلس ومش معاه فلوس، جاله قرض مش عارف بكام مليار دولار،
فجاه مده القيد اتمدت 15 يوم، وانا على فكره كنت ساعتها ما كنتش عايز مد القيد دي تتعمل، لان كانت في مصلحه الزمالك مش في مصلحتي. المهم القيد اتمد وجاب صفقات والقيد اتفك والدنيا حلوه، وانا جامد. انا جامد عشان البيئه بتساعدني. هو انت لسه متخيل ان انا النوس برضو انا هقعد اقولها كتير؟ انت لسه متخيل ان في حد بيساعدني خارج سور النادي الاهلي غير الجمهور؟ مع كل الاحداث دي لسه متخيل ان انا بتجامل؟ ما العقل زينه. بشير التبعي طلع وقال انا مش عارف ليه الاهلي ما خدش لعيبه الزمالك في الطياره معايا، والاهلي رجع والزمالك لسه هناك عشان الطياره بتاعتهم. اخد مين يا حبيبي؟ هو انا جايب توك توك اخدك على طريق صحراوي؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا بجد هو في ايه يعني؟ اخد مين يا جماعه؟ يعني خلوا كلامكم منطقي. انا مش عارف اطلع اقول ايه. ده ايه العبث ده؟ مش عارف اقول ايه. لا تعليق. ان الاهلي عمل شراكه مع سبيشال تمام علشان خاطر التطبيقات الذكاء الاصطناعي الاي في المجال الطبي والرياضي. يعني الحمد لله بقى لنا 3 سنين عاملين له الاصابات لو تفتكروا، يعني لو رجعتوا بالزمن لورا كده، انا بقى لي 3 4 سنين عاملين له الاصابات مختار التتش، ارضيه مختار التتش، مش عارف ايه. فاتمنى ان دي خطوه تكون يعني كويسه تمام، من ضمن الخطوات اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيعملها الناجحه الصراحه، بعيد عن موضوع الصفقات، ان حته ان احنا نعمل شراكه تقنيه حديثه عشان خاطر نقلل الاصابات، واتمنى انها تنجح. الاهلي عمل شراكه مع شركه اسمها روزانياما تمام، دي اللي هتدير قناه النادي الاهلي. اتمنى ان قناه النادي الاهلي مع وجود كمان احمد شوبير انها بقى ايه، انا عايز فيه مشاهدات بقى، عايز فيه فيديوهات، انا عايز فيه شباب بتقول اراء مختلفه. اتمنى ان قناه النادي الاهلي تكون فيه شغل جديد. عايز يكون عندي شغف اول ما امسك الريموت افتح القناه. يعني انا عايز قناه النادي الاهلي المره دي تكون مختلفه عن كل مره بالامانه. قناه بين سبورت اعلنت انها خدت حقوق الملكيه وحقوق النشر في مباراه الاهلي والزمالك السوبر الافريقي، وكمان معاها ايه بقى المعلق الشوالي، وكمان يوم 27. فدي حاجه حلوه جدا. قناه ابو ظبي كمان اعلنت ان بطوله انتر كونتيننتال كسبت حقوق النشر فيها، ودي حاجه كويسه لان انا بحب قناه ابو ظبي صراحه. يعني المرتبه الثانيه بالنسبه لي بعد بين سبورت بالنسبه لتقنيه الاخراج والتصوير الصراحه والافكار اللي بيعملوها. فاحنا هنستمتع السنه دي ان شاء الله، واتمنى ان احنا نحصد البطولات اللي هنخشها كلها. هنيجي بقى للخبر في المقص، رجوع احمد شوبير. بصوا يا جماعه انا هاخد بالظبط دقيقتين هتكلم عن حاجه كده استحملوني فيها. احمد شوبير اسطوره الاعلام الرياضي في مصر بل والوطن العربي كله. حصل له ايه في البيئه اللي هو عايش فيها؟ احمد رفعت الله يرحمه توفى. بعد ما توفى عشان احمد شوبير ليه علاقه بالنادي اللي كان فيه مرحوم الله يرحمه ويغفر له يا رب احمد رفعت، فدخل حته ايه بقى اهلي وزمالك. دخلنا حته اهلي وزمالك ايه مش عارف ايه، ده احمد شوبير هو اللي موته هو مش عارف ايه. يا جماعه دي زمم. اهلي وزمالك ايه؟ اهلي وزمالك في ايه يا جماعه؟ انتوا كرهوكوا للنادي الاهلي للدرجه دي؟ طبعا الموضوع تطور وموضوع كبر، فالراجل رحمه مشي من قناه اون سبورت، وبقى فلان طلع بقى من جحورهم واحمد شوبير وانتصرنا على الحق ومش عارف. يا جماعه هاتوا لي مستند واحد يثبت ان هو اتسبب في حاجه زي كده تمام، وبعد كده اطلع اتكلم. لكن انت ما بتعرفش حاجه وتطلع تتكلم. انا لو اعرف ان في حاجه هطلع اقول، لو معايا مستند هطلع اقول. مش كده يا جماعه. على فكره ده سبب من ضمن الاسباب اللي خلاني اصلا ابيع الصفحه. انا كنت عايز ابيع الصفحه ما اكملش تاني بسبب اهلي والزمالك. ايه يا جماعه اللي فيها حاجه في موت يا جماعه؟ حرام. عندكم الناحيه الثانيه يعني احمد فتوح، الراجل عنده مشكله. في حد من جمهور النادي الاهلي اتكلم؟ في حد نطق؟ لا. وكمان ايه بقى، ده طلع قبل ماتش الاهلي والزمالك. يعني المفروض نطلع بقى نقول ايه بقى، مجامله مش عارف ايه، واحنا النادي مش الزمالك مدعوم مش عارف منين. ولا حد اهلاوي طلع يتكلم. ليه؟ احنا كجمهور الاهلي بنتبع سياسه النادي الاهلي، ما بنبصش لنفسنا بس، بنبص حوالي. لو بصينا حوالينا هنفشل زيهم. فانا فرحان جدا الصراحه برجوع احمد شوبير، ودي حاجه ممتازه ان يرجع تاني. دي خطوه ممتازه. وكمان بقى بيرجع فين؟ بيرجع في قناه النادي الاهلي، وختموه مسك يا جنرال الاعلام الرياضي كابتن احمد شوبير. سلام.